ندوزو دابا لمحمد وهبي. هذا المدرب مختلف تماما على الركراكي. وهبي معروف بالخدمه الكبيره ديالو مع الفئات السنيه، وعنده عقليه اوروبيه، عزيز عليه الاستحواذ، الضغط العالي والكره الهجوميه، يعني ماشي غير دافع وتسنى شي كونتراتاك. وهبي باغي المنتخب يفرض السيطره ديالو، وبصراحه هذه الفكره هي اللي خلات بزاف ديال المغاربه يتحمسوا ليه، حيت الجمهور المغربي بطبيعته كيبغي الفرجه والكره الزوينه. وهبي كيبغي اللاعبين يضغطوا لقدام ويبنيوا اللعب من الدفاع بطريقه منظمه، وهذا الشيء شفناه في جوج ديال المباريات الوديه اللي لعبهم. حتى الاظهره كيطلعهم بزاف للهجوم، وكيبغي اللاعب يتحرك بزاف بدون كره، يعني المنتخب مع وهبي يقدر يولي اكثر متعه وفرجه. ولكن هذا الاسلوب عنده مخاطر كبيره، الدفاع كيولي مكشوف، واي خطا صغير قدام المنتخبات الكبيره يقدر يكلفك الماتش كامل. وزيد عليها تدريب المنتخب الاول ماشي بحال تدريب الفئات السنيه، الضغط كبير والجمهور المغربي ما كيرحمش. هما مدربين بجوج كبار وبعقليه مختلفه، وإلا بغينا نبينوا الفرق بيناتهم باختصار، الركراكي واقعي بزاف ووهبي جريء بزاف. واحد كيامن بالدفاع الحديدي والمرتدات، والاخر كيامن بالهجوم، الضغط العالي والسيطره. الركراكي مدرب ديال النتائج، ولكن محمد وهبي مدرب ديال المشروع، وهذا الشيء علاش الجامعه عطاتو عقد طويل حتى ل 2030. دابا السؤال اللي محير المغاربه كاملين، شنو كان الافضل للمنتخب المغربي في هذه المرحله؟ كان يبقى الركراكي اللي عنده خبره وسبق ليه صنع التاريخ، ولا محمد وهبي اللي عنده افكار عصريه وطموحات كبيره؟ اكيد وليد الركراكي غادي يبقى واحد من اعظم المدربين اللي دازوا في تاريخ المنتخب المغربي. ولكن التحدي الكبير دابا هو واش محمد وهبي يقدر يدير منتخب مغربي اقوى واخطر واجمل في طريقه اللعب؟ الجواب غادي نعرفوه من بعد ايام قليله في مونديال 2026. خليكم معنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، وخليوا لينا رايكم في كومنتير.